السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة معانا ريفيو لأركوس 50 دي هيليوم جهاز 4G، شاشة IPS 5 إنش بدقة HD، دقة وضوح بتاعتها 1280 في 720، 16 مليون لون، مالتي تاتش حتى 5 أصابع، كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل أوتو فوكس فلاش LED، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل. المعالج بتاعه كوالكوم سناب دراجون 410 كواد كور 1.2 جيجا هرتز، كورتكس A 53، معالج 64 بت، معالج الرسوم بتاعه ادرينو 306، نظام اندرويد لوليباب 32 بت. الذاكرة الداخلية زي ما مكتوب هنا 8 جيجا بايت، الرام 1 جيجا. هنفتح مع بعض العلبة ونشوف المحتوى الداخلي ليها. أول ما بتفتح العلبة بيجيبلك الجهاز على طول، باك كفر تاني للجهاز غير اللي جاي على الجهاز نفسه، بطارية بقوة 2100 ملي أمبير. اليوزر جايد وشوية جميع اللغات. العلبة دي هنلاقي فيها اليو اس بي، مايكرو اس بي في يو اس بي، الشاحن، الهاند فري. هاند فري على فكرة شكله حلو، شكله عميق جدا. وزي ما جاي معايا باك كفر، جاي معايا سكرين بروتكتور، لكن سكرين اللي هنا دي ورقة تانية تبع ده الجهاز نفسه. الجهاز 72.2 في 146، سمكه 8.4 ملي. الجهاز لو خدتوا بالكم فيه كيرف، الكيرف ده يعني في التصميم نفسه وفي الديزاين معمول على أساس وانت ماسك الجهاز تبقى مرتاح وما يقعش منك بسهولة. تمام. الجهاز من الأسفل فيه مايك، الجنب ده فيه الفوليوم ريكوردز والباور، من فوق مدخل السماعات القياسي 3.5 ملم، المايكرو يو اس بي، في الخلف كاميرا 13 ميجا بكسل فلاش LED، براندنج اركوس. السماعات جنب ده مفيهوش حاجة. في الأمام هنلاقي الكاميرا 5 ميجا بكسل سنسور، سماعة خاصة بالمكالمات. في الجزء اللي من تحت ده هنلاقي الباك والهوم والمالتي تاسكينج، زرار مضيئة، ودي من ضمن مميزات الجهاز. هنبدأ نفتح الجهاز مع بعض. نفتح الباك كفر ونشوف ايه اللي موجود تحتنا. دي طبعا مداخل الشرائح. الشريحة الأولانية بتدعم ترددات الشبكة ال 2G 3G 4G. المدخل التاني بيدعم ال 2G فقط. ده مدخل السي كارد. البطارية ركبها وندخل الجهاز. على فكرة السماعات الجزء دي بس، مش دي كلها، حتى باينة مسدودة، هي الحتة دي بس. نفتح الجهاز. الجهاز فتح معانا. الجهاز زي ما قلنا لوليبوب 5.1. في حاجة عايزة أو ملحوظة عايز أقولها. الجهاز الروم نفسه مفهوش النسبة المئوية بتاعة البطارية اللي هي دي، عارف باينة؟ تمام. طب أنا ظهرتها ازاي؟ يعني هي لما تيجي تظهرها أهو في البطارية نفسها مش موجودة. طب تظهرها ازاي لما يعني انت عايز تظهرها؟ عن طريق الابليكيشن ده.
هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، اللي يحب ينزله. بيشتغل على اي موبايل، اي موبايل اندرويد ما فيهوش النسبه المئويه بيشتغل عليه عادي وتمام. الجهاز بعد ما نزلت الابلكيشنز بتاعتي وعملت له تيست على انتوتو، جاب معايا 14,000 وكسور، 14,136. قبل الابلكيشنز كل ما تنزل هيعدي معاك 19,000 وكسور. ملتقطش لحد 5 أصابع. الكاميرا بتصور فيديو بجودة 1080، يعني ممتازة. هنشوف جودة الفيديو لو شغلنا فيديو، وكمان بالمرة الصوت. تمام، ده الصوت. الكاميرا، نشوف صورة للكاميرا. دي الكاميرا الأمامية اللي بدقة 5 ميجا بكسل. دي بالكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل. ده فوكس على الباك كفر مخفية طبعا. وزي ما سمعنا صوت الجهاز عالي، يعني حلو ممتاز، أحسن من أجهزة كتيرة في الفئة السعرية دي في الصوت. الجهاز الشبكة يعني سريع جدا وانت فاتح سواء 3G أو عن طريق الواي فاي. البطارية استخدام متواصل، سكرين اون هتقعد معاك من 4 ساعات ل6 ساعات. يعني أنا استخدمته كان فيه 30%، قاعد معايا سكرين اون على ساعتين أو ساعتين إلى 5 دقايق، يعني فنقول ساعتين. تمام. فلو مليان وكان أقل كمان من 30%، فأكيد لو فل 100% هيقعد وقت أطول من كده. بس هو أصلا في الأول وفي الآخر البطارية نفسها الساعة بتاعتها قليلة، مش كبيرة يعني عشان تديك أداء أجمد من ده أو أعلى من ده. طب عيوب الجهاز إيه؟ إن هو مفهوش LED نوتيفيكيشن، مفهوش اكسترنال مايك اللي هو انستليشن مايك. لو في المايك ده كان هيبقى ممتاز الصراحة. وهو كده كده أصلا الجهاز تصميمه شيك. ده الريفيو بتاعنا النهاردة، أتمنى إنه يكون عجبكم، وانتظروا منه قريب مقارنة بين الجهاز ده وجهاز تاني انتشر بشكل جامد في مصر. هنعمل مقارنة بين الجهازين، وأتمنى إنها تعجبكم. وياريت لو عجبك الفيديو ده اعمل لنا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، واستنوا مننا أجدد الحصريات في قناة برومو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.